يعني احنا معانا صورة يا دكتور برضو فيها برضو احد الاسنان الامامية فيها فقد. بالظبط، دي سنة كانت بيشنت وقعت جامد، فالسنة الامامية اتكسرت، وطبعا هي مش عايزة تمشي كده، مش عايزة تفتح بقها ولابسة على طول ماسك ومش عايزة تبين لاي حد، فجينا وعملنا زراعة، والحالة دي برضو يعني ركبنا كراون مؤقت يعني في ساعتها، وبعدها بعد 3 شهور لما بقت كل حاجة تمام بنشيل الكراون المؤقت ونركب الكراون النهائي. يعني انا بعمل الزراعيه وبحط عليها كراون حاجه شبه الاسنان بالظبط، امشي بيها لحد ما يحصل بقى الالتئام والحاجات اللي احنا بالظبط. يعني بعمل حاجه دايما تمبري، بيبقى ليها بس بريكوشنز معينه، اللي هو لازم افضل يعني مطلعها من الاوكلوجن، ليها شكل معين الحاجات دي، وطبعا الماتيريال بتبقى اخفف بالماتيريال الدائمه، فبتمشي بس بيها 3 شهور بعدها نركب الدائمه. بس دي نقطه مهمه جدا، لان كتير قوي بيبقى فاكر ان انا لما هعمل زراعه للاسنان، وكمان القلق كله والتوتر بيكون في الاسنان الاماميه، فانا هروح اعمل الزراعيه عقبال ما تلحم مثلا او تلقم مع عظم الفك، انا هفضل ماشي كده ازاي؟ فاحنا النهارده بنطمن ان هو دايما، لا هو كمان المريض او الشخص يعني هو مش بيبقى يعني هو ما دام راح دكتور الاسنان هو مش هيخرج من العياده من غير السنه دي، فهو انا عايز اي حل. في بقى حلول كتير قوي، يعني في حلول اللي هو تركيبه مؤقته ثابته، تركيبه مؤقته متحركه، يعني في كذا حل، بس دايما يعني بنتصرف ان هو ما يخرجش من العياده من غير السنه دي. دي اهم حاجه يا دكتور، بس هو ده اللي يهمه. طيب